واصلوا الحملة الإعلامية القذرة والتي تشنها أبواق مغربية ضد الجزائر ومؤسساتها، أين هاجمت صحيفة هيسبرس المقربة من البلاط المغربي المسيرة الناصعة لرؤساء الجزائر من الراحل أحمد بن بلة إلى الرئيس بوتفليقة في خطوة استفزازية تعكس حجم التخبط الذي تعيشه المملكة. نتابع التفاصيل في موضوع أحمد حفصي. هاجمت أقلام مغربية مسمومة ومأجورة مرة أخرى الجزائر. صحيفة إسبريس المغربية المقربة من العرش المغربي المفلس تطاولت بكل وقاحة على تاريخ الجزائر المخضب بدماء قوافل من الشهداء، أين شنت هجوما لاذعا على رؤساء الجزائر منذ الاستقلال، حيث وصفت زعماء الجزائر المستقلة من الراحل أحمد بن بلة إلى الرئيس بوتفليقة بأبشع الأوصاف. الحملة الإعلامية المغرضة التي تشنها أوساط مغربية منذ أيام بإعاز من خليفة الحسن الثاني هذا الأخير ألبسته صحافة المخزن ثوب البطل الناصح الصانع لرؤساء الجزائر، متناسية جرائم الحسن الثاني وحملات الإبادة التي شنها الجيش المغربي غداة اغتصاب الصحراء الغربية تحت مسمى المسيرة الخضراء. ملك مراوغ منافق زير نساء طعن الجزائر في الظهر شهورا بعد الاستقلال، نصبته صحافة البلاط ملكا مسالما عاش على وقع مؤامرات نزلاء المرادية. يتباكى جيراننا في الرباط على هزائمهم الدبلوماسية والسياسية مع الجزائر، كيف لا ويقودهم ملك شاب متهور مغمور أمام قامة دبلوماسية بحجم العزيز بوتفليقة. ما فيش حد عنده الحق يتلاعب بالمصداقية نتاع البلاد والاستقلال نتاع البلاد.